ضربني وبكى سبقني واشتكى. اليوتيوب دلوقتي بيعلن الحرب على المحتوى اللي معمول بالذكاء الاصطناعي، وبعد ما كان بيدعم وبشدة المحتوى اللي معمول بالاي اي وقنوات كتيرة جدا نجحت بالشكل ده، دلوقتي اي حد بيفكر اليوتيوب وبيمشي على نفس الطريق مش بيلاقي قدامه غير 0 مشاهدات. وانا من رأيي ان ده منطقي جدا. اليوتيوب بدأ ان هو يضيف ادوات للذكاء الاصطناعي على المنصة، حتى انت تقدر تعمل فيديو شورت بالذكاء الاصطناعي عن طريق جيميناي، وده للاسف كان استغلال كبير لصناع المحتوى. في الحقيقة هو استغلال حلال شوية، لان هم كانوا عايزين يطوروا الادوات بتاعتهم عشان تقدر تنافس في السوق. كانوا شايفين جي بي تي وكذا موديل كده شغالين بالذكاء الاصطناعي وكانوا بيتطوروا جدا، فجوجل طبعا مش هتسكت. وطبعا جوجل ويوتيوب انتوا عارفين ان هم ولاد عم، فبداوا ان هم يستخدموا صناع المحتوى عشان يدربوا الادوات بتاعتهم. اي فيديو انت بترفعه، اي محتوى انت بتشتغل عليه، اي اداة حتى لو كانت صغيرة انت بتستخدمها، كل ده يعتبر تدريب للذكاء الاصطناعي. وبالفعل كان بيدعم جدا اي قناة شغالة بالشكل ده، لان اي حاجة انت بتعملها دي بتنضاف لرصيد خبرتهم. لكن مع الوقت الموضوع اتغير تماما، الناس بقت تعمل محتوى بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل. انا اكتر من 80% من القنوات اللي بتشتكي من قلة المشاهدات وبتطلب ان انا ابص عليها معموله اصلا بالذكاء الاصطناعي، وبالفعل بيبقى 0 مشاهده. انا عايزك تفهمني ازاي فيديو شورت يجيب 0 مشاهده او يجيب مشاهدتين او 3؟ الفيديو الشورت ده بينزل في الفيد على طول، وعلى الاقل بياخد له دفعه من 100 ل 200 مشاهده عشان الخوارزميه تشوف اذا كان عليه تفاعل، اذا كان المشاهد هيتفرج عليه ولا لا. فمعنى ان هو يجيب مشاهدتين او 3 ده اليوتيوب اصلا ما نزلوش للناس، وده ملوش علاقه خالص، ولا عنوان ولا وصف ولا تاج ولا صوره مصغره ولا اي حاجه. المشكله الكبيره في الماتيريال نفسها، ان الفيديو معمول بالكامل من الذكاء الاصطناعي. انا نفسي اعرف مين كان صاحب فكره ان انت لو مشغول شويه ومش قادر تنزل فيديوهات جديده، خش اعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي ونزله، عشان بس ما يتقالش عليك ان انت منقطع على اليوتيوب اسبوعين ولا حاجه. ودي مصيبه. بص يا صديقي، اليوتيوب ده كده من اوله وهو بيحب المؤثرين. اليوتيوب ده اصلا من زمان وهو صاحب فكره الانفلونسر، ان شخص يبقى مؤثر في الناس، من قبل بقى التيك توك والانستا والحاجات دي. فهو اصلا قايم على الفكره دي والارباح اللي بتجيله ودرجه النجاح اللي وصل لها بسبب كده. فاليوتيوب بعد ما اضاف الادوات بتاعه الذكاء الاصطناعي عشان تسهل على منشئين المحتوى انهم يبتكروا ويبدعوا ويتسهل عليهم شغلهم، لا، الناس بقى غيرت الفكره تماما. الناس بقت تستخدم الادوات دي في انها تعمل فيديوهات كامله بالذكاء الاصطناعي. فيديو بيبقى ماسخ، مالوش طعم ولا لون ولا فيه روح. بص، انا متفهم جدا ان انت مش عايز تظهر بنفسك. على سبيل المثال بتعمل قناة دينية وبتعمل فيديو عن احداث يوم القيامة وعايز تجيب مشاهد تخيلية عن الاحداث دي، فبتروح للذكاء الاصطناعي بتعمل شوية مشاهد كده. لغاية هنا موافق، انما كمان الصوت يبقى بالذكاء الاصطناعي؟ الايات القرانيه اللي انت بتستشهد بيها بالذكاء الاصطناعي؟ يا اخي طب استخدم صوتك، استخدم طريقتك وانت بتشرح. روح هات الايات ديت من المصادر الموثوقه واعمل لها كوبي وبيست بالتشكيل وبالكتابه الصح وحطها في الفيديو بتاعك. ما تسيبش الذكاء الاصطناعي هو اللي يكتب لك الايات كمان وبيكتبها غلط وبينطقها غلط. ما هو احنا مش هنلحق كمان بسبب اليوتيوب. مكونات الفيديو اللي بينزل على اليوتيوب ايه اصلا؟ مقطع الفيديو معمول بالذكاء الاصطناعي، الصوت معمول بالذكاء الاصطناعي، بتكتب كلام معمول بالذكاء الاصطناعي، هتجيب العنوان بتخش على جي بي تي تساله ايه احسن عنوان، الوصف بتخلي جي بي تي يكتبه لك، الصوره المصغره الذكاء الاصطناعي هو اللي بيصممها لك. هو حضرتك بتعمل ايه يعني؟ مش فاهم. انت بتدفع مثلا الباقه بس؟ ما هو ده اصلا مخالف لروح اليوتيوب. روح اليوتيوب في البني ادم، الشخص اللي بيدي معلومه بصوته، اللي بيقول وجهه نظره. حتى صوت البني ادم، صوت البني ادم ساعات بيعلى بيوطى، في بحه في الصوت، الحاجات دي كلها الذكاء الاصطناعي مش هيقدر يعملها لك. واللي بيتفرج اصلا الكلام اللي بيشده هو طريقه الالقاء. انا عايز اقول لك اصلا وانا بقلب على منصات كتير وبلاقي فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي انا بعمل له بلوك عشان مش عايزه يظهر لي تاني. ليه؟ لان مش عايز اعيش في عالم افتراضي انا قاعد بسمع لروبوت. واليوتيوب وصل للمرحله دي مؤخرا للاسف، وجدوا ان الناس بقت تستسهل وبتنزل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي ما بتتعبش في اي حاجه. فبالتالي ناس كتير جدا ما بقتش تخش على اليوتيوب، بقت تتعلق بمنصات تانية زي التيك توك والانستا والاسد اللي بيترمي والحاجات طبعا اللي احنا بنبقى رافضينها. بس على الاقل الحاجات ديت فيها روح بشريه. اللي يجبر الواحد يخش على اليوتيوب يلاقي كل اللي قدامه ذكاء اصطناعي؟ يعني مش فاهم. انا عن نفسي بستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي، بس زي ما بقول لك ادوات الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا ممكن اخش على جي بي تي اعرض عليه الموضوع بتاع الفيديو واقول لي اختار لي احسن عنوان، فيديني 3 أو 4 عناوين كده كاقتراحات، اقراهم، اللي عاجبني استخدمه، اللي مش عاجبني ما استخدموش. ما هو انا لازم اشغل ده، مش العنوان اللي يديهولي اقوم حاطه وخلاص. بستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي انها تعمل لي صوره مصغره، عجبتني اخدها استخدمها واضيف عليها الكلام اللي انا عايزه، ما عجبتنيش اصممها انا بنفسي. طب ما في فكره حلوه اليوتيوب ممكن يعملها، هو يلغي بقى صناع المحتوى خالص، ما لهمش لازمه، وعنده جيميناي عنده افكار بالهبل، ويبدا هو بنفسه يعمل فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي
وينزله على الناس ويجيب مشاهدات ويجيب ارباح، والارباح طبعا تبقى بالكامل لليوتيوب، مفيش حد هيقاسمه فيها بقى ولا صانع محتوى ولا غيره، وبلاها بقى صناعه محتوى بالاساس. لكن اليوتيوب استحاله يعمل كده، لانه مدرك تماما ان الناس اللي بتخش تتفرج على الفيديوهات هي حابه الناس ديت عشان بتاثر فيهم، في احساس كده بيتنقل من اللي بيصور الفيديو للي بيتفرج عليه، شيء طبيعي. عشان كده انت لو المحتوى بتاعك معمول بالذكاء الاصطناعي، حتى لو كنت بتجيب مشاهدات قبل كده وفجأة كده بقدرة قادر بقى يجيب 0 مشاهدة، مشاهدتين 3، السبب قدامك. اليوتيوب هو اللي هيوقفك. اليوتيوب عايز افكار بشرية وابداع بشري، وهو كان ليه هدف قبل كده ان هو يدرب الادوات بتاعته عليك وخلاص خد غرضه منك. بص انا مش بتريق عليك خالص، انا بس عايزك تنجح. انا صعبان عليا الوقت اللي انت بتضيعه في حاجه مصيرها اصلا للفشل، فيا اما تستخدم محتوى فريد من نوعه يا اما بلاها خالص. وانا هنا اللي اقصده بمحتوى فريد من نوعه مش ان هو محتوى غريب، لا عادي، ممكن محتوى ناس كتير بتعمله، بس فكره ان انت تقوله بطريقتك، تضيف عليه بعض اللمسات كده من دماغك، كده انت حولت المحتوى ده لمحتوى فريد من نوعه. مش هتلاقي بني ادم تاني على وجه الكره الارضيه بيعمل نفس المحتوى ده بنفس الفكره دي، بنفس طريقه الالقاء ده، بنفس الصوت ده. فاهم؟ هو ده الفكره اللي بيقوم عليها اليوتيوب. اظن بقى تبقى الفكره وصلت، وما تزعلش من كلامي، انا والله عايز مصلحتك. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. مع الف سلامه.